كانت عاملاله البيت زي العناية المركزة، وابنه بيتهمها إنها قتلت أبوه في آخر أيامه. الحرب قامت بين نجلة حلمي بكر ومراته سماح القرشي، وهما لسه ما خدوش عزاه. يا ترى هل فعلا مات مقتول ولا الخناقة دي على الورث؟ تعالوا نقول لكم الحكاية. رغم إن وفاته كان لسه من ساعات فاتت والجنازة لسه ما تحددش موعدها، لكن واضح كده إن ابنه واخواته حاسين إن وفاته ما كانتش طبيعية. على الرغم من إنه كان كل الناس كانت عارفة المشاكل الصحية اللي بيعاني منها الموسيقار حلمي بكر، واللي زادت بسبب تقدمه في السن، لكنهم قالوا إنهم شبه متأكدين إنه مات مقتول. ومش بس دي كانت المشكلة الوحيدة، ده حتى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل قال إنه هيتخذ إجراءات قانونية علشان خاطر اللي حصل في حلمي بكر، وطلع وقال مش هنقدر ننساه، وكان بيقولي إني شبهه في البداية وكنت على علاقة طيبة معاه. انقطع تواصلي مع الموسيقار حلمي بكر من 7 شهور، وفجأة سمعنا في فترة نقاهة بطريقة غريبة، ومراته بتقول إنه ما كانش عايز مستشفيات تابعة للنقابة وكان بيتعالج في الشقة، رغم إن النقابة ما تأخرتش علشان تقدم كل الدعم للفنان. وكمل كلامه وقال هرفع قضية علشان نجيب حق حلمي بكر، ومعانا رسائل هيتم إرسالها للجهات الأمنية من أجل أخذ حقوق الموسيقار، وربنا ينتقم من كل اللي عمل كده في الراجل ده في آخر أيامه. أما نادية مصطفى فهي كمان في نفس التوقيت نشرت بوست مثير للشكوك وقالت حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، يا رب عدلك وانتقامك. وقبلها بيوم واحد بس من وفاته ابنه طلع وقال مرات أبويا خطفته وخلته يسيب شقة المهندسين اللي أنا اتربيت فيها وأخدته في شقة في الأرياف في الشرقية، بيتعرض للتعذيب وبيتعامل لأسوأ معاملة، ده حتى واخدة منه التليفون واحنا مش عارفين نوصله نهائي، دي بتاخد كل القرارات في حياته دلوقتي. وكمل كلامه وقال إنه هيحجز أول طيارة وينزل بيها على مصر علشان يطمن عليه، وهو بس عايز يعرف هو فين بالظبط. لكن اللي كان غريب أكتر إن السيدة سماح القرشي طلعت وردت على كل ده وأكدت إنها مش خطفاه ولا حاجة، هو قاعد في بيت والدتها في كفر صقر في الشرقية، بعد ما عرضت عليه وقالت له ياخد فترة نقاهة بعيد عن الدوشة، واخواته جم وزاروه وهو اللي رفض إنه يرجع معاهم على المهندسين. ومش بس كده، أكدت إن حلمي بكر هو اللي مش عايز يروح مستشفى لأنه معهوش فلوس يتحمل التكلفة دي، وإنه في الأساس بيحتضر، وهي عملت له البيت مستشفى علشان يكون مرتاح. تفتكروا فعلا حلمي بكر في شبهة جنائية في وفاته؟ ومين الصادق فيهم؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقعنا، موقع صوت الملايين.